وهو مستني دوره عند الدكتور كان بيحاول بأقصى جهده ان هو يمنع الكحة، ولكن ما قدرش ورجع يكح بطريقة هستيرية. المهم خد باله ان في واحدة من المرضى اللي جايين يكشفوا هي كمان بتكح بنفس الطريقة، فده حسسه بشوية امان واطمئنان ان في ناس تاني غيره كده، فما يقلقش يعني. جت الممرضة لغرفة الانتظار ونادت على اسمه علشان يخش للدكتور، وبالفعل دخل وقعد على سرير الفحص. وهنا الدكتور بيطلب منه ان هو يقلع الهدوم بتاعته علشان يكشف عليه. تعالى بقى نشوف انت عندك ايه وايه المشكلة بالظبط. واول ما قلع والدكتور بيبص له، اول ما شاف المنظر بدأ يصرخ بطريقة صعبة سمعت كل اللي بره. اللي حصل مع الشخص ده ان الاطراف بتاعته اتحولت لزوائد حشرية كأنه صرصار. واللي حصل ان منظمة SCB اكتشفت ان المسؤولة عن الحالة دي حشرة طفيلية متحولة اسمها SCP-150. ال SCP-150 عبارة عن طفيل إلزامي لازم يروح